متابعيني الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيتكم في هذا الفيديو الوصفه ليفريكاسي، وصفه بزاف سهله واقتصاديه. يلا نروحوا للمطبخ نجهزوا هذه الوصفه البنينه والشهيه، نستعملوها كمقبله ان شاء الله للشهر صراحه. نتمنى تشوفوا الفيديو للاخير. يلا نروحوا. هي حطيها هاك، لا حداها هاكا، هي حطيها ودوري باش نقطع لكم هاكا. هي زيدي وحده، لا زدت معليش روحي زيدي وحده حداها هنايا وديريها شابه. شوفي ما تزيريش على بالعقل هكا. هيا طبعيها، برافو. هي زيدي وحده هنا في الوسط هاكا، برافو. هيا دروك قلعي كاع هاد الزوائد، قلعيهم كاع هذاك العجين، ما تحقيش قلعيه هاكا. هكذا نعاونك في هذه، نزيدو هذه صافي. هكا عاودي لمي العجينه مليح وخليها تريح باش نعاودوها. هكا بنتي، هادو لي ميني فريكاسي وهادو لي غون فريكاسي. الفانيلا، مغرفه تاع السكر ومغرفه تاع خميره الخبز، حبه تاع البيض، شويه تاع كلت مغارف تاع الزيت، نص باكي تاع لا ريفير، نصف ماشي بزاف، ونلموها بالحليب. وصفه بزاف سهله، ما نجروهاش، خلوها شويه ناشفه باش نطيقو نحلوها بالحليب ونخلوها ترتاح. نجو نكملوا وصفتنا مع بعض ان شاء الله. كي تضاعف العجينه تاعنا وتبدا تخمر، نجو نحلوها هنا بالوراق ونبداو نقطعوا في الحبات تاعنا. نرشوا الفرينه، نرشوا كميه مليحه تاع فرينه باش ما تلصقناش، ونحلو بالحلال على جهتين. نجيبوا الطابع تاعنا، تحبوا كبيره صغيره تبغوها صغيره تبغوها كبيره نتوما والحبات تاعكم. هذه الحبات تاعي غادي يجوني مليح، نديرهم شويه خشان يكونوا ملحمين باش ما يحرقوناش، يطيبوا لنا مليح. دوكا هنا نديرهم في ان بلا ونغطيهم ونخليهم يختمروا ونجو نقلوهم. هنا نبداو نقلو في الكاسي تاعنا ولا بيبيني هما عجينه واحده. دوك لهنا نبداو نقلعو في الحبات تاعنا. شوف غادي هنا نخليهم يبردوا، نكملوا الوصفه تاعنا. ها لي بيني تاعنا بعد ما بردوا نحلوهم في الوسط. شوفوا فرين درت لي كميه لاباس بها. هنا عندي زيتون خضر وزيتون كحل، عندي بيض مغلي، عندي بطاطا نهرسها ونزيد لها زوج بايط تاع الطون، يكونوا طوماط ولا اغيل تاع الزيت ولا طوماط، نتوما تخيروا
واش بغيتو ديروا لهم شويه قزبر وشويه ملح ونخلطوهم مليح باش نفخسوا بهم لي فريكاسي تاعنا. تنجموا تاني تصغروا الحبه تاع لي فريكاسي، انا درتهم كبار باش يجوا شابين ويقنعوا. تبغوا ديروا لهم تاني الهريسه نتوما حرين. هنا ندير لهم نصف تاع البيض وندير لهم شويه تاع الزيتون لهنا يكون مقطع، وندير لهم زوج حبات تاع الزيتون ونزينهم بالورق تاع المعدنوس. هادو هما لي فريكاسي تاعنا. انا غادي نكمل نعمر كاع نشوفوا الوصفه تاعنا في صحن تقديم. متابعيني الكرام وصلنا لنهايه الفيديو. هذا هو لي فريكاسي تاعنا لنهار اليوم مع حريره لهم كمقبله بزاف بنينه وخفيفه. نتمنى تجربوا الوصفه اخواتي وتنجحوا فيها باذن الله. والى اللقاء مع وصفات سهله بسيطه واقتصاديه من مطبخ امونه الجزائريه كما العاده. ونقول لكم السلام احبائي، دمتم اوفياء الى الملتقى ان شاء الله.